ترفع الكره داخل منطقه الجزاء، فرصه خروج الحارس ولي رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل امين فرحان هذه خطيره هدف اول لفائده فريق اتحاد طنجة بواسطه سفيان المودن. سفيان المودن اللاعب السابق لفريق الوداد هو من يصل للشباك 5 ديال الدقائق كافيه لاتحاد طنجة لتسجيل الهدف الاول. فرحه كبيره جماهير اتحاد طنجة بهذا الهدف. تسديده قويه ارضيه تعانق شباك الحارس يوسف مطيع. امين فرح في المكان المناسب يتمكن من وضع الكره في شباك تبادل المحاوله. امين فرحان ما تمكنش من ابعاد الكره بالشكل الجيد، وسفيان المدن يسدد بقوه كره تعانق الشباك وهدف اول في فريق اتحاد طنجة. تابعوا من جديد التمريره ديال محسن متولي وسفيان المدن يضع الكره في الشباك. حميد حداد لاعب اللي عنده القامه طويله لعبت الكره مباشره فرصه كره ترتطم بها القائم. محاوله شكلها دافع محمد سعيد بوكسير في الوقت كانت المحاوله شكلت خطوره بواسطه جلال الدودي لعب الكره مباشره. تدخل ممتاز للحارس غايب رباح، كره قويه من جلال الدودي وتصدي ديال كره. هناك انطلاقه ممتازه ديال مؤيد اللافي، خروج الحارس غايب رباح بالراس. هذه فرصه لفريق الوداد. جلال الدودي تلعبت كره داخل منطقه الجزاء في القائم التالي، الراسيه من ايوب العبلود ولكن كره يحيى جبران لايوب العبلود. ترفع الكره باسماعيل المترجي، تدخل الحاج كوناتي. هذه فرصه تسديده ممتازه، جلال الدودي يسدد وتدخل الحارس غايب رباح امامنا. جلال لاحظوا التسديده حدث على الجهه اليسرى والقائم المكان ديالو في الجهه اليمنى حسين بن عياده. ترفع الكره داخل منطقه فرصه هدف يضيع، هدف محقق يضيع على فريق الوداد. كانت متابعه الحميد اللافي، مشات كره في الجهه اليمنى حسين بن عياده، تمريره داخل منطقه الجزاء والكل اعتقد بان الكره بامكانها تمشي مباشره للشباك. لاحظوا خصوصا تبادل المحاولة، رفعت كره داخل منطقه الجزاء ولكن العبلود كره داخل منطقه الجزاء البحث الحميد حدد فرصه لفريق الوداد مؤيد اللافي ولكن لعب ادوار طلائعيه على مستوى منافسه كاس العرش وكذلك البقاء بأدو الاحتراف. تم المحاوله فرصه تسديده ديال محسن متولي وتدخل الحارس يوسف كيطلب وسط لقاء مدام كره دائما لفريق الوداد. فرصه تدخل الحاج كوناطي ايوب العبلود وقت ديال المباراه من اجل العوده في النتيجه. تابعت كره داخل منطقه الجزاء فرصه الشباك والحكم المساعد رفع الرايه. الحكم المساعد رفع الرايه الانذار لان هناك تقييد لمس باليد. اذا يحيى جبران كان هناك لمس باليد منطقه الجزاء. تتابع اسماعيل المترجي، تلعبات الكره يحيى جبران ما عرفش علاش مشى باليد ديالو مع العلم بان كان الى جانبه ايوب العبلود على ايد. لحظه مره اخرى على مستوى الجانب اليمنى سيف الدين كورة ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه مرة جانبا. محاولة شكلت جديد هذه المحاولة تلعبات الكرة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء. مؤيد اللافي كان غادي تلعب فرصة بواسطة محسن متولي حاول يسدد وما تمكنش اللاعب جار الطير. تلعبات الزاوية الدائرية الرأسية فرصة وتدخل الدفاع دائما خطورة لفائدة فريق مع فريق الرجاء. الوقت تبادل المحاولة من الجهة اليمنى فرصة تدخل من زكريا كياني في الوقت كتبوا المحاوله انطلاقه ديال ابيض سدد بقوه. تدخل ممتاز ديال الحارس يوسف مطيع. المرة مشى بالجهه اليسرى، تمريره في اتجاه الحارس اتجاه احمد رضا التقنوجي. تبادل المرتد الهجومي لبناء فريق اتحاد طنجة. محاوله خطيره لاتحاد طنجة. زكريا بالمعاشي وتدخل الحارس والتغطيه من طرف العابدي. كنتابعوا المحاوله والمرتد الهجومي كانت تمريره بطرف زكريا كياني لزكريا بالمعاشي. لاحظت على الضربات الراسيه تلعبات الكره دائريه داخل منطقه الجزاء. الراسيه ديال حاجه للمهاجم الايفواري ابيان. غادي يحاول يرفع الكره داخل منطقه الجزاء. تلعبات الكره وتدخل ممتاز يوسف مطيع. يوسف الدولي الاحترافي تبع الخطا. تلعبات الكره من جهه الدولي داخل منطقه الجزاء. فرصه راسيه الرأسية ديال المدافع أرسنال زولا مشات فوق المرمى. لفائدة فريق الوداد جلال الدودي تلعبات الكرة بهذا الشكل داخل منطقة الجزاء. خروج الحارس غايب رباح ما كانش بالشكل الجيد. أيمن الحسوني فرصة لفريق الوداد. حسوني تسديدة أرضية تدخل الواصلي زوير الواصلي. تمريرة محاولة خطيرة في فريق اتحاد طنجة. تدخل الحارس أيمن الحسوني كيلعب الكرة في الجهة اليمنى. ترفع الكرة فرصة
لجلال الدودي. جلال الدودي يبحث عن تسديد فرصه، غاية مرباح في المكان المناسب. جلال الدودي يسدد، تدخل الحارس غاية مرباح. لاحظوا التسديده اللي تقريبا 39 متر تقريبا، كيسدد جلال الدودي مباشره للمرمى. وتدخل الدودي عند اللاعب زهير مترجي. فرصه ممتازه لزهير مترجي من غاية مرباح. نتابع هذه المحاولة، تعبت الكرة بشكل ممتاز وردة فعل ديال زهير مترجي، شكلات خطورة، لعبات كنقول نفس الطريقة اللي كان لعب بها جلال الدودي. يستعد للتنفيذ، لعبات الكرة داخل منطقة الجزاء، خروج الحارس. سفيان المدن كتلعب الكرة دائرية داخل منطقة الجزاء، فرصة تسديدة، فرصة شكلت خطورة واضحة، تدخل وإبعاد بواسطة اللاعب أحمد عشنتوف، وتدخل ممتاز ورائع من المدافع أمين أبو الفتح. أمين أبو الكرة وغادي أيوب العملود، محاولة بين الفريق الوداد الدخول داخل منطقة الجزاء، تدخل للمدافع السنغالي. نسخة فقط فضيات من دور نصف النهائي. تمت المحاولة بين الفريق اتحاد طنجة الدخول داخل منطقة الجزاء، محاولة فرصة، تدخل الحارس. والمباراة لن تنتهي إلا بصفر ديال الحكم. نتابع ضغط قوي من فريق الوداد، استماتة من لاعبي فريق اتحاد طنجة. حسين بن عيادة رفع الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية، أرسن زولا كان بإمكانه أن يوضع الكرة في أشز للمدافع الكونغولي فوق الجميع. لعب الكرة بهذا الشكل، الكل اعتقد بأن الكرة في اتجاه هذه الشباك. نتابع من زاوية أخرى، أرسن زولا بالرأس كانت أنها تكون في اتجاه الشباك. محاولة شكلت في اتجاه لاعب هشام بوسفيان، فرصة للفريق الوداد ترفع الكرة داخل منطقة الجزاء. بولي سامبو جونيور، تدخل يدخل داخل منطقة الجزاء. هذه فرصة تمر جانبا. تابعوا مرة أخرى هذه المحاولة، تمريرة سفيان المدن بن عيادة، رفع الكرة في القائمة الثاني، فرصة وتدخل وإبعاد الكرة. تابع المحاولة وهذه الكرة الثابتة، حسين بن عيادة لعب الكرة في القائم الثاني. كانت المتابعة ديال بولي سامبو جونيور، تغطية طرف لاعبين والمدافع في هذه اللقطة. ننتظر القرار النهائي طرف حكم المواجهه داكي الرداد الان اللي غادي يعلن على القرار. هل هناك ضربه جزاء ام لا؟ داكي الرداد ضربه جزاء يستعد لتنفيذ حسوني. هدف التعادل للوداد. ايمن الحسوني ينجح في تسجيل الهدف. فرحة كبيرة لجماهير فريق الوداد بهدف التعادل في الأنفاس الأخيرة من المباراة. إذن أيمن الحسوني يتمكن من وضع كرة في الشباك، وفرحة كبيرة للوداد وللمدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو. بولي سامبو جونيور بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبالكعب رجع الكرة. سفيان المدن يلمس الكرة بعد العودة لتقنية الفار. تم تأكيد ضربة جزاء، وأيمن الحسوني يعني بهدوء يحسد عليه. جبد المحاولة لبيت فريق الوداد هشام بوسفيان، فرصة داخل منطقة الجزاء، تدخل ترجي، فرصة لبيت فريق الوداد هشام بوسفيان، انطلاقات دخول داخل منطقة الجزاء. تابعوا هذا المرتد الهجومي هشام بوسفيان، هنا السرعة، لاحظوا انطلاقة، وصل لمستطيل العمليات، يسدد القائم الأيمن، يرد هشام بوسفيان اللي كان عنده كذلك حالة تمر في الجهة اليسرى. زهير المترجي كيرفع الكرة، سامبو جونيور، غاية مرباح، بولي سامبو جونيور راس من غاية مرباح. لاحظوا التمريرة بولي سامبو جونيور، وهذه القوة ديال المهاجم السنغالي انه يطلب الكرة وراء ظهر المدافعين رأسية، وتدخل لأيمن الحسوني داخل منطقة الجزاء. فرصة لفائدة فريق الوداد، سيف الدين بورا تدخل غاية مرباح. والمتابعه اللي كانت ديال ايوب العملود، هنا فرصه بواسطه سيف الدين بورا الذي يسدد، ورده فعل ممتازه من الحارس غاشي الارجا. يستعد للتنفيذ وضربه جزاء ناجحه.
اذا ضربه جزاء ناجحه لفائده دافع محسن ربجه، سدد بقوه كره. يحيى جبران كيوضع الكره، يحيى رضو عميد فريق الوداد طريقه احمد الشنتوف يستعد للتنفيذ ويضيع. احمد لاتحاد طنجه، العملود يسجل. لود ضربه جزاء ناجحه. سبل ويوسف مطيع، محمد الزبول يضيع. محمد زبول تابعوا من جديد هذه ضربه الجزاء الثالثه. امين ابو الفتح يسجل. تسديده زهير الواصلي يضيع، والوداد في الدور الربع النهائي. زهير الواصلي يضيع ضربه جزاء ثالثه للاتحاد. السلام عليكم خوتي العزاز، الناس اللي باقي ما اشتركوش في قناه جو فوت بريس يمكن لهم يدعمونا بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش دائما لا حطينا شي فيديو يوصلكم نتوما الاولين. كما شفنا خوتي مباراة اتحاد طنجة ضد فريق الوداد البيضاوي، مباراة قوية، خصوصا فريق الوداد البيضاوي خلق بزاف ديال الفرص، يعني كم هائل من الفرص، ولكن الحارس الجزائري غاية مرباح الصراحة كان واقف سد مانع ضد فريق الوداد البيضاوي، والمهاجمين ديالو تصدى بزاف ديال الكرات، يعني الصراحة وقف قدام الوداد البيضاوي. داكشي علاش شفنا المباراة مشات حتى قلنا صافي فريق اتحاد طنجة هو اللي رابح ب1-0. في الاخر الوقت بدل الضائع فريق الوداد البيضاوي تيتحصل على ركلة جزاء وتيستطيع انه يسجلها، ومشاو للاشواط الاضافيه ولا ركلات الجزاء اللي تفوق فيهم فريق الوداد البيضاوي ب3-1. يعني فريق اتحاد طنجة ضيعوا 3 ديال ركلات الجزاء وخرجوا من ثمن نهائي كاس العرش، وفريق الوداد البيضاوي تاهلوا لربع النهائي. مبروك فريق الوداد البيضاوي التاهل، هما وفريق الرجاء البيضاوي تاهلوا بجوجهم بركلات الجزاء لربع نهائي كاس العرش. هارد لاك فريق اتحاد طنجة، وايضا فريق الحسنيه اللي انهزم امام فريق الرجاء البيضاوي بركلات الجزاء. خوتي الاعزاء تبارك الله عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد، ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم، والسلام عليكم.